العزلة التي تعيشها السنغال، دابا نهضرت على السنغال وتعيشها الكرة السنغالية، والشكل اللي من خلاله انفض الجمع، انفض المريدون الداعمون الحلفاء الحواريون وكل من كانوا يقفون في صف المنتخب السنغالي، انفضوا من حوله. بل الطامة الكبرى الكارثة هو أن بعض السنغاليين أنفسهم بحال اللي تيقولوا تبع الكذاب تضرب الدار، أو أنك خلي الكذاب حتى ينسى وعاود تسولو، سقطوا في المحظور. وهذا الشيء اللي غنقولوه للجمهور الكريم، وغادي نحاولوا نستجلوا من خلال الآراء ديالكم كيفاش كتفاعلوا مع هذا الشيء اللي كنعطيو لكم قبل أن يصح الصحيح. الصحيح شنو هو؟ هو الكوميساريه ديال لوزان. دابا هاد الاشياء اللي كنعطيوها كلها هي على سبيل الاستئناس، هي على سبيل تنوير الجمهور المغربي بالمستجدات، ولكن الصحيح هو النصوص. تيقول له والله ما قفلتي لا فورتي، والتقفال والتفوار هما 82 83 84 82 83 84 هما النصوص، ولا الشهاده مع نص بطبيعه الحال. بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى محمد خاتم الانبياء والمرسلين، شفيع الانام ملاذ الورى، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى بعدد خلقك رضا نفسك زينه عرشك ومداد كلماتك. نحمد الله ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. منذ 17 مارس، منذ 27 رمضان الى غايه اللحظه كيكونوا مروا شهر بالتمام والكمال على القرار ديال استرجاع كاس افريقيا بحكم جاء في تلك الليله الرمضانيه التي لن تنسى بطبيعه الحال، في ذاك الهزيع من الليل بعد صلاه التراويح، واللي تزامنت واحد المباراه ديال الشامبيونز ليغ، واللي الجمهور ما بقاش كيفكر في الشامبيونز ليغ. وابراهيم دياز بالتاكيد تعقلوا معنا باش نربطوا لكم الاحداث. ابراهيم هو المعني بالامر في المباراه اللي غيربحوا مانشستر سيتي في المعقل ديال مانشستر سيتي، وغتولي الفرحه فرحتين وثلاثه. الريال ربح الفرقه ديال بيب غوارديولا، وابراهيم فرحان وكيقولوا لي راه عندك اليوم قرار صحابو تشواميني فالفيردي وفينيسيوس كيخبروا تيقولوا السي ابراهيم راك بطل افريقيا، راه وصلنا للقرار ديال الكونفدراليه الافريقيه عن طريق الكاف. غنوضع هذا السياق ديال الحلقه امام الجمهور الكريم لانني فقط وعدتهم، ولكن باش نثبتوا باش نغيزوا كيقولوا لي ما عندوش شهود كذاب، ونضيفوا هذه الحلقه لسلسله الحلقات اللي بديناها مع الخوت بالتحديد. كنرجع الارشيف اللي عند عبد ربيه يوم 19 يناير، بديت كنحلم بان هذا الكاس ما خصهاش تضيع، ولا زلتم تذكرون. رجعوا لهذه الحلقه بانني تنقول لكم لا زلت لا اصدق بان الكاس مشات بعد موجه الاستفزاز، بعد موجه الابتزاز، بعد الشونطاج، بعد السرقه، بعد المساومه الراخصه، وكنت واحدا من الشهود في مسرح الجريمه كما اصطلح عليه، والمسرح ديال الاسترداد المسروق المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله في تلك الليله الماطره والمطيره، واللي شهدت تقلبات لم تعيشها نهائي، لم يعيش نهائي قط في تظاهره مجمعه بقدر ما شهدناه في ذاك النسخه. بعد يوم 21 و22 و23 يناير بدات كتسع طموحات والامل ديالي، وكنقول لكم بمشيئه السميع العليم ما ضاع حق وراءه مطالب، وبان هذا الكاس يا علينا يا نديوها يا ما نديوهاش بجوج. وكنت هنا وقفت عند يعني مفترق الطرق، يا نحرموا عليه ما يديوهاش، هذا اضعف الايمان، بل انني لم اقبل بالطرح بان ذاك المنتخب بذاك الطريقه يتوج. نعطي للناس الجديد. منذ 27 رمضان، منذ 27 او 17 مارس حتى الكثير من الاشياء، الراي العام الدولي، المجتمع الدولي، الصحافه العالميه، الذين كانوا في صف السنغال اللي مشاو مع استدرار خطاب المظلوميه والتعاطف والبكائيات وداك الشيء ديال حنا ضعاف وما قويين، هما لاباس عليهم وحنا ما فقراء، هذاك الخطاب ديال انا ضعيف، ودائما الضعيف كيجر عنده واحد الفئه كتعاطف معه دون ان تتبين الحقيقه والمعطيات، وفي الاخير منين كتكتشف الحقيقه وكتكتشفها تنفض وكتعلق وكتهرب بجلده. هادشي اللي وقع. الخرجات ديال لعبه السنغال، ديال المدرب ديال السنغال، حنا عندنا مدرب هو اللي كان في ذاك النهائي الى غايه اللحظه لم يخرج، خرج خرجه واحده يوم التكريم ديالو. السي وليد الركراكي مشى ما هضرش لا على النهائي، ما هضرش ماذا دار بينه وبين باب تياو، واش رغبوا واش قال لي رجع ولا لاعب هضر ولا مسؤول هضر. فهاد الحوايج تم ضموها للملف ديال المغرب، وهنا غنعطيكم يعني غير باش نوضعكم في الصوره، الله يجازيكم بخير باش تضبطوا الامور. اذا جا شي واحد وقال لكم راه حدث شي مستجد في هذا الملف راه كذب عليكم كذاب، لانني غنعطيكم التواريخ وانا مواكب لهذا الملف بقدر ما كندوز معكم، كندون كنوثق في الجريده وكنكتب، وحوايج اخرى كنأرخها كنخليها للارشيف والخزانه، لان هذا الحدث اللي غيوقع غادي يجعل من تاريخ 18 يناير يعني عطافه كبيره وعملاقه ليس في تاريخ كره القدم الوطنيه بل في تاريخ كره القدم العالميه. وغيكون المغرب، دابا قلت في الاول السنغال، دابا قلتش المنتخب الوطني، المغرب هو الذي سيكون له بالغ الفضل في تجفيف منابع الفساد، في تنظيف المستنقعات من الطحالب ومن المكارب ومن شكلها الضحل المغيس. هذاك الغيس المغرب اللي غيجفف بمشيئه السميع العليم هذا المنبع، ولو مع التكلفه ديال الانتظار والتكلفه ديال الاستنزاف ديال بزاف ديال الحوايج، لان الامر ماشي سهل، لانه ملي كتدخل المعركه فارس لفارس تجابه فارسا بفارس باسلحه مشروعه كتكون عارف، ولكن الاخطر شنو هو؟ حين تجابه واحد الذي كنت تعده بانه صديق او رفيق او انه ماشي عدو، ويجابهك باسلحه قديره،
فيها اسلحه محظوره وفيها الضرب من تحت الحزام وفيها انت لابس بحالي لباس ابيض ناصع وهو يداه ملطختان مخضبتان بالحنه، وما كندوقوا دابا كتنمروش على الحنه ولا فين الزعفران ولا الخرقوم، فين مقاسك غير راسك. هذا هو الشبه، هذا هو التشبيه بغيت نعطي لخوتنا المغاربه. منذ 17 جاء تاريخ 26 مارس، التاريخ ديال 26 مارس هو اللي غيشهد على الندوه اللي كانت في دار الندوه الباريزيه، واللي استغلتها السنغال من اجل تجييش الراي العام الدولي عن طريق تجييش او تجنيد واحد العاله دعائيه اعلاميه شغلتها باش تشهر بالمغرب وباش تروج لحقائق مغلوطه. هذه الآلة الإعلامية تثبت لاحقا بأنها كانت يعني غير مؤمنة بالطرح، تخلصات بحال دي ميرسيونير مرتزقة مشاو بحالاتهم. نفضوا عن السنغال واشرح لكم هو التاريخ اللي غيظهر من خلاله الاتحاد السنغالي والمحامي ديالو، وهنا غيبداو يفجروا الكثير من المعطيات اللي ضراتهم. حنا عندنا واحد اللي خرجه وحده خرج وما نفاهاش وبقات غامضه، اللي هو فوزي القجع، النهار اللي اشار الموقع ديال العمق بانه قال لي بانني اطلعت ورايت وتاكدت بان التقرير ديال الحكم جون جاك ندالا والتقرير الذي حكم المغرب في لجنه الاستئناف فيه انسحاب السنغال. وطالما ان السكوت هو علامه من علامات الرضا لم يصدر لا نفي ولا تكذيب، فقد قلنا في بدايه الامر باننا نصدق ونصدق زملائنا هذا السبق وهذه الروايه، وبه انتهى الامر. ثانيا لجنه الاستئناف من حكمت لنا كيف لا نصدق القجع، ولجنه الاستئناف استندت على ان السنغال انسحبت وخسرت في 3-0. من بعد غيخرج عبد الله يفال، غيخرج ساديو صاي الرئيس ديال الاتحاد السنغالي والهيئه ديال المحامين اللي كلفوها بالملف، غيخرج المدرب ديالهم باب تياو ما بغيتش وغيدي الكاس وغيديها القشله وغيديها سواده قبل ذاك الماتش، ولا كان ذاك التصويره ديال القشله قديمه. حنا ما تيهمناش السياق الزمني، تبعوا معايا الخرجات ديالهم. غاناي ولا سميتو دريسه اللي كيلعب في نادي ايفرتون قال لك الا كانت هذه القضيه غادي تاجل الصراع انا مستعد نرد ميداليه المغرب. ساديو ماني ما عندوش خرجه، باش نكون واضح معكم، بحال اللي حنا مجموعه من اللاعبين ما خرجوش الى غايه مؤخرا. غيخرج بونو مع اللاعب ديالهم ميندي، وغيخرج حكيمي في البودكاست اللي كان فيه مبابي مع تشواميني، ثم غيخرج خرجه اخرى مع الصحافه الفرنسيه. هذوما الخرجات، هما خرجوا بزاف ديال الخرجات. بابي يستعرض العضلات، قال لك الكاس عندي الا قدرتي جديها. المدرب ديالهم دار اشاره وتلميح البلطاج والاستعراض اللي داروا في مولاي عبد الله عاود عكسوا في بلادو. غادي نشد كاس غندير القشلات العسكر، القشله والايحاءات والرمزيه ديال المكان تدل على ان هذا السيد بحال اللي تنقول خوتنا المغاربه صعصع ولا سبيره ولا طارزه ولا سمي كما بغيتي، يعني داك الشيء ديال الصحه اجي الا بغيتي ديه من هذا المعترك. هذا جوج. وثلاثه الخرجه ديال كوليبالي او الحارس ديالهم ميندي والبارح كانت خرجه فاضحه، وبرزت بان هاد الناس قبل ما نمشي للاصل الماركه اللي الموندو سبورت وقبل ما نمشي ليكيب ولي نمسي الحارس ديالهم اللي خرج غادي يعكس اشياء تبرز بان هاد الناس هي كنقول لك كذاب تبعو ويعاود يكذب ويسير سولو. ميندي سيدي امام العالم اللي شاهد الشكل اللي بروفوكا به اللعب، وكان واحد من المهندسين ديال ذاك الابتزاز، واحد من القطاع الغيار، خلينا الفوطه اللي كانت كلفت السيباري 100 مليون وثبت لاحقا بانها ماشي من المستلزمات الضروريه. وهذاك الفوطه بغض النظر انا لا اؤمن بهذه الخزعبلات ولا ذاك الكيري ولا فيها ان ما خصهاش تكون. علاش؟ ولو في اطار الاستفزاز ديال اللاعب وتلعب له على العامل السيكولوجي فيها ولا ما فيهاش، مغمسه ولا ميدمه ولا مسقيه، شغلك هذاك. جاو ناس ديال الخبراء وكاين هذا الملف عنطاس ليست من المستلزمات الاساسيه اللي غناخذها لكم، بدليل حيدوا الغرامه الماليه اللي تحيدت للصباري. الناس ما كتقولش علاش حيدت الغرامه، لان الهيئه ديال الاستئناف اللي حكمت عرفت بان ذاك الفوطه ماشي شي حاجه، كون حيدنا الليغات ضروريين، فوطه خصها تحيد ما عليناش، ولو انني ضد داك الطرح. من ديال سيدي قال لك حنا ما خرجناش 10 وما خرجناش 8 وما خرجناش 7، خرجنا غير 5. الصور البانوراميه هذا الفيديو، علاش قلت لكم هذه الحلقه على سبيل الاستئناس. هاد الحوايج اللي تيقولوا هما كيعتقدوا بان اشياء ثانويه، ولكن حنا راه كنضموها للملف. هما نهار 26 داروا الندوه الصحفيه، نهار 29 حطوا المقال ديال الطعن نهار 26 حطوا غير الطعن، ما حطوش الملف. غادي بوزاو الطعن، يخديو لاكوزي ديال الطعن حطوه في الهيئه ديال الزلوزه. تبعوا معايا الملف والطرح راه مازال ما حطوش، مازال ما دخلوش الصحيح، عندهم 20 يوم من 26 ل 16. غدا ولا بعد غدا بمشيئه السميع العليم خاص السنغال تكون حاطه الملف ديالها بكافه الاركان ديالو. شنو كتقولوا؟ واش زايدين ما زايدينش، مكملين ولا ما كمالينش؟ نفاريو هنا نسحبوا. انسحاب ثاني، الانسحاب الثاني غيكون اشرف وغيكون فيه شويه ديال لا كلاس، شويه ديال الفروسيه. غير غتعذبوا راسكم وغتجنوا على راسكم. هو الجوا منجل اللي قلت لك، والجوا ما تيكونش المنجل دخلتي في الجوا وخرجتي غادي يجرحك، وقلبتي على الجوا منجل ما كاينش شي طراف ولا شي خراز اللي غيصاوبوا. بالتالي باقي عندهم فرصه من هنا اليومين واش غيحطوا الدفعات ديالهم. ملي كيحطوا الدفعات ديالهم عاد غندخلوا حنا والكاف، غندخل الكاف لان طرف مدعى عليه لانهم اتهموهم بالرشوه واتهموهم بالكثير من الاشياء ديال الفساد، وقال لك غادي نصعدوا القضيه الامريكان ونطلعوا القانون الجنائي، وقال لك كاين 5 ديال الناس خصنا هاد ال5 نعرفوهم. انا واحد منهم بغيت نعرف هاد ال5. المساله الثانيه عاد غندخلوا حنا في 20 يوم اللي كيعطيها لنا القانون، وهذا اللي قلت للجمهور حنا ما مشيناش معاهم في الاستعجال. علاش؟ لانهم بغاو يقلقلوا السوق. النهار اللي قال لك بغينا نمشيو تيشوفونا واش غنمشيو للاستعجال ولا لا، لا زرب على صلاح
والهل تيطيب بودنجال وحنا بالشوي لاننا ابطال افريقيا وما غنعطيكمش داك الشيء اللي كتبغي. ولو البعض لا من يكتب لي في التعاليق وماد حنا مزربانين، ما تكونش زربان، ما تكونش زربان. لو اننا زربنا كنعطيو حنا غير في الحامل ديال الاستنزاف. شنو بدا تيدير من بعد ما مشيناش معاهم في الاستنزاف؟ كاينين حويجات، كاينه تسجيلات، كاينه مفاجات ستسر الناظرين وستسر خوتنا المغاربه. وانا حين يعني كنهز ونتحرك ونقول لهم واش حنا غاديين في الخط المستقيم، تيقول لي السي فلان سي منعم واصل، ما تنقولكش امروني باش نخدم ولا باش نوصل، راك غادي في الطريق المستقيم ان شاء الله، في الطريق الصحيح، وما يكون غير داكشي اللي كتقول خوتنا المغاربه غيفرحوا معاك ان شاء الله الفرحه الكبرى. وكيف لا اكون بشوشا وكيف لا اصدق هذه الروايه اللي كتغمرني بالتفاؤل، خاصه وانني مؤمن بالطرح. شكون اللي ما تيامنش بالطرح؟ هو اللي عنده داك القابليه بانه ما باغيش يصدق الروايه ديال المغرب، واللي مع صف الاصرار والترصد ما باغيش يامن بالقوانين 82 كيغيرها، والانسحاب كيردوا توقف، و15 دقيقه اللي ما خصهاش تكون كيحسبها بالكورونا، والبعض انتم عارفين، والحرب الغمزه ما نزيدش. انا عندي قابليه، انا غير كتورك عليا تنقول لك انا معك. علاش؟ لانني مآمن بالقضيه وبعداله القضيه وبالموقف ديال المغربي، وبخير وعلى خير. ها فين غتلقى المشكل؟ غتلقى مع واحد اللي مبرمج، اللي غادي تصب بالجنون، غادي تصب بالهواس، نهار بمشيئه السميع العليم يحكموا المغرب. انا الا حكموا ضدنا ما غاديش تكون عندي فوبيا، ولا غنكون غادي نقدر نفقد الثقه في البالون وفي العداله، ونقول باننا ولينا في جانجل في غابه ما بقيناش، ولكن على الاقل غنكون انتصرت للطرح. انصر اخاك ظالما او مظلوما. عملت بالطرح إن وفقت فغناخذ جوج ديال الاجرين، الاجر ديال انتصار الطرح والتمغربيت والانفه والعزات المغاربه، وركبت في نفس الباطو مع خوتنا المغاربه، وبالتالي ما بغيتش نوصل للطرح مزيان باش نفارق معكم. من بعد هذه الخرجه وتعطلنا عليه، ما مشيناش للاستعجال، بداو تيطيحوا في الاخطاء. خرجوا الكثير من اللعابه، شي تيشرق شي تيغرب. واحد تيقول لك الميداليه تا هما انا جديهم، هذا خطاب فيه الصعلاق وفيه التطاول وفيه استئساد الفارغ، فيه كتكون تستأسد ولكن امام القانون غتكون ناعمه. ايضا في حوايج اللي برزوها مجموعه من القاده، منهم اللاعب كوليبالي اللي حنا خرجوا جوج اللعابه فراوه، خرجوا بداك الضحكه ما كاينش شي رسميه. كوليبالي قال لهم جا عندي بونو، قال لي ولدي داك الكويس حنا ولينا ابطال، هذاك الكويس والميداليات خصك تردهم، ما خسرش عليه شي حاجه. كيلعب معاه في الهلال السعودي البارح، راه وضعوا بجوج كاس ديال الاتحاد، كاس عصبه الابطال الاسيويه، قالوا صافي داك الكويس ردوا ما زادش. حاكم يسولوه قالوا ليه واش دابا انت وهادي الا كنتي بطل واعلنت بطل بهذه الطريقه واش غيعجبك الحال؟ حكيمي تا هو من ان عكسنا قال لي ماشي غيعجبني الحال، غادي نكون فرحان، ولا جاوني الميداليات فغادي تعكس باننا اصحاب حق واننا كنا تنصح. ولقاو حكيمي تا هو باندي كبير، داك البانديات اللي تنقولوها ماشي باندي بداك لو تيرم ديالها الحرفي، باندي يعني تا هو ذكي. غنكون فرحان ولا جبتي لنا الكاس وعطيتوه لنا وشجعتوه لنا بخير وعلى خير، غنكون فرحان وغتكون بخير وعلى خير بطل افريقيا. فين كاين المشكل؟ اذا حنا المواقف ديالنا ديال الكابيتان الاول والثاني باينه. ملي تيجي السي كوليبالي وكيجي السي ميندي كيقول لك حنا ما خرجناش 10 خرجوا 5، الصور البانوراميه كتعكس بان السيد واش كان فيه واعي ولا ما كانش فيه واعي. هناك كاميرا خاصه فقط رصدت المواقف ديال الحارس ميندي وكيفاش دخل في البروفوكاسيون. كان هو المهندس الثاني مع المدرب بابتياو، لانه هو اللي كان المعني بصد ضربه جزاء، وبانه هندس هو اللي امر اللعابه بالخروج، وبان اخر من غادر في ذاك العشره قبل ما اللاعب ساديو مان يرجعوا هو ميندي، يعني هو اللي شدهم وجرفهم وكان عامل مساهم. هذا الشيء على من تيكذب هذا السيد؟ هذا هو السؤال. هذه الحاجه واش مؤثره في الطاس؟ قلت لكم على سبيل الاستئناس، حنا مالنا، حنا غاديين نديهم على جاي في يدك شي حاجه، غاديين بهذه الشهادات، غاديين بهذا الدخول والخروج في الهضره، وغاديين بهذا الشيء. فبالتالي هو شنو قال لك؟ قال لك حنا خرجنا 5 و5 شنو غنلعبوا 7، ودابا فسرها. وغير هذوك دابا هادو واش كيعرفوا القانون؟ واش هذا بروفيسيونيل داز في تشيلسي وتيلعب حاليا في الاهلي تيقول لك 5، كيفاش ال5 ما فهمتش فسر لينا؟ اذا شحال بقاو في التيران 5 بقاو 6 و6 تيلعبوا ماتش، ما كاينش نصاب. اذا ما يمكن اقرار وكاين انسحاب، فهو اول شيء كيقرر على راسه، ولكن كيعاود يتسقط في المحظور ديال الكذب. وهذا الشيء اللي داروا هذه الروايه هي اللي دار كلود لوروا، اللي كان العرب ديالهم اللي في الاول قال المغرب يسيطر على القاره ودير حوايج، ثم جا لاحقا قال لهم لا انا ما قلتش هذا الشيء، فهم الكلام ديالي بالخطا. لاحقا غيقول ما ديوش على بابتيا راه غلط، ومدرب باقي متحمس وما كانش خصو يدير داك الشيء. هاد الحوايج هادي واش كلود لوروا السينيغالي باش نديو حتى هادي نضموا هاد الشهاده، لان هذا اصبح طرف فاعل حاضر. حوايج اخرى اللي غنقول لخوتنا المغاربه على سبيل الاستئناس، العزله السينيغاليه مجموعه من المدربين اللي تم دمج صوت وصوره التصريحات ديالهم. وغنقول لك انا واخا ما تيهمنيش رايه، لانه قلت لك مرفوع عليه القلم، وكنقول لك واحد اللي هضر ضدي البارح اليوم ما خصنيش ناخذ تصريح وشهادته ليا كحجه، لكن ماشي مشكل. علاش تنقولوا اللهم اجعل كيد الكائدين في نحورهم، قتلهم سلاحهم، اللي هو هوغو بروس اللي جا وقال لك كنديروا 45 دقيقه باش نوصلوا للوطيل، ما شفتش الاجواء ديال كاس افريقيا، تعذبنا ما كاينش. لاحقا غيجيو يقول لك السينيغال انسحبات وبالتالي القرار ديالها كتخسر بالقانون، خصها تخسر بالقانون. هذه الشهاده تم ضموها واحد من المدربين اهل الكاس العالم هوغو بروس دو صابر اللي داز عند الوداد الرياضي واهل مع الكونغو في البراج، اكد بان ما حدث المباراه ديال النهائي ديال الفريق الوطني فوصلوا جو وكيضرب في الصميم معايير كره القدم والاخلاق. إريك شين الرجل الشهم اللي خسر مع ليكيب ناسيونال اكد نفس الطرح، واكد بان السينيغال انسحبات، وكان على الحكم جون جاك ندالي افيرتي باستا ديك الباستا الصفراء، باستا 4 ريال قديمه 6 ريال، ماشي باستا بالصباليونيه بارك الباستا
الصيف راه كان يعطيها لكل شيء. مجموعه من المدربين المؤهلين لكاس العالم، ما بغيتش نهضر على اصحاب الناموس هذاك بوحده، هل سيقف في صفنا ام سيقف كالشيطان الاخر الساكت على الحق؟ والله ما تهمني شهادته. بيتروفيتش والله ما تهمني شهادته. انا كنقول لكم على سبيل الاستئناس، شدينا واحد الشواري، هما شدوا واحد الشواري داروا في الكاس، حنا شدينا واحد موزيط دايرين بزاف ديال الحوايج على سبيل الاستئناس. هذا الحارس مندي حاجه واحده اللي قال صحيحه، قال لك مولاي عبد الله يومين 48 ساعه من بعد الفينال ولا ودني مصمكه عليا، لم اعيش قط في حياتي ضجيجه مثل هذا. هذا لعب تشامبيونز ليغ الفينال مع تشيلسي، ولعب في ستانفورد بريدج، ولعب في اولد ترافورد، ولعب في ريال، لعب في ملاعب عالميه، لعب في الارينا لاول مره كيعترف. هنا كنعاود نفتح واحد القوس ونذكر السير كراكي سمع هذه الشهاده. هذه الشهاده قالها الحارس مندي، وهكذا قبله واحد اللاعب. شكون هو؟ مبومو. تعقلوا على مبومو اللاعب ديال الكاميرون اللي جا وداروا نصير مزراو في الجيب ديالو وكورطو كرويا. غادي قلت هو في واحد البودكاست بانني ما عشت في المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي مع الكاميرون، ما عمري عشت بحال. وهذا فين تيلعب في لونجلتير في مسرح الاحلام اولد ترافورد، وبانني عشت اجواء رهيبه جدا. وركراكي قال لنا الصوت ما تنسمع، كنسمع الصوت اللعابه. ها هو مبومو شنو قال، وها هو الحارس مندي شنو قال. هذا الاقرار اكدوه جوج اللعابه اللي كانوا منافسين ديال الفريق الوطني، واكدوا بان اجواء صاخبه. هنا كنردوا الاعتبار الجمهور المغربي اللي كنت واحد معاهم. انا راه جيت مصدع ودني انا وولدي وصرا راكم عارفين هادشي، وكنا قلنا في الحين. وكانت تلك واحده من المطالب ديال ناخبنا الوطني السابق الله يذكره بخير وليد ركراكي. مبومو قال لك ضجيج، قوه صوتيه رهيبه، هدير اعجز عن وصفه، واستسمع ويعني صعب عليا كيفاش ومندي قال لك 48 ساعه وانا كنحل ودني باش السباق ديال الاذن ديالي باش نطلق داكشي. هاد الشهادات زائد الشهادات ديال وسائل الاعلام الاسبانيه اللي كانت مع ولا ضد وسائل الاعلام الفرنسي. غير واحد الطرح اللي كنقول لكم وتلقيت اشاره في هذا الصدد. انا طلبت كمسؤولين ديال الجامعه الا كيصغاو لينا وكيسمعوا لينا، وهذا حق ديالنا. عريب خرج قال لك الامور غتاخذها في اطار الاستعجال والحكم لن يقبل النقد. هذه معروفه، مورطاس ما بلاطاس لا والو مزيان. فمني تيخرجوا عندنا وسائل الاعلام الفرنسيه كتقول لنا تحرينا وعلمنا واخبرنا وابلغنا وتسرب وراج وقيل لنا في الكواليس بانها غتخدم لصالح الاتحاد الافريقي. انا ما نبغيش ندير هذه الشهاده، ونبغي الطاس ترد، وبلغت بان الطاس كترد. نتمنى شي مسؤول من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وهذا نداء الاخوان بارطاجيو هذا المقطع نداء، لان هذا الشيء تكرر وكرروا. هالهرنات اللي حدانا قال لك تسرب لنا، كيحاولوا يلعبوا ورقه ضاغطه. لا اعتقد، بل انا واثق ثقه عمياء بان الطاس تسرب معطاك هذا لصحيفه فرنسيه، وتسرب معطاك هذا لواحد اللي كيفتقد الادبيات والخلفيات ديال البحث وديال التحري وديال لونكيط وديال التقرير الصحفي المهني. لا يعقل، غير باش ما يدغدغوكمش المشاعر. هادو السحره والسحر وينقلبوا على اصحابه، كيحاولوا يروجوا، كيحاولوا يضغطوا. طاس هيئه فيها محكمين كبار مازال ما وصلناش ليطاب الاولى ديال توصل بالطعن الاول من السنغال. عاد المغرب عاد الكاف، وما ابلغت به هو ادهى وامر. المعركه اللي غتكون في الطاس غادي تورط السنغال، وغادي تجرد السنغال من اللقب ديال الوصيف، وغادي تمنح المنتخب ديال نيجيريا، وغادي يطلع المنتخب ديال السنغال، غادي يطلع المنتخب ديال مصر المرتبه الثالثه، زائد الجوائز الفرديه، زائد القيمه الماليه، زائد عقوبات ستفرض من وحي شنو؟ الصك اللي غيمشي فيه المغرب في اطار المرافعه من اجل خندقه الكره السنغاليه بدفعات جديده.